ال 200 جنيه دي حساب المحل، وال 2000 جنيه دول ليك انت. امسكي، وعايزك تفكري كويس في اللي قلت لك عليه. لا يا فندم، انا هاخد ال 200 جنيه حساب المحل، وال 2000 جنيه دول خليهم لك، انا مش محتاجاهم. انت بتتعاملي معايا ازاي بقلة الذوق دي؟ حضرتك اللي انت طالبه قله ذوق وقله تربيه وقله اخلاق. انت اتجننتي؟ فين مدير المحل؟ انت يا زفت! امور يا فندم. انت اللي مدير المحل، يلا اتحرك. ايوه يا ادهم بيه، ايه بس اللي مزعلك؟ انا باجي المحل ده كام مره في الشهر؟ ده المحل كله مفتوح عشان خاطر حضرتك. بصرف في المحل ده قد ايه؟ كتير، خيرك مغرقنا كلنا. بسيب ليك وللعمال قد ايه؟ يا فندم بتتكلم عن ايه؟ ده لحم كتافنا كله من خيرك. البنت دي مش عايز اشوف وشها هنا في المحل ده تاني. كلامك اوامر يا فندم، بس هي عملت ايه؟ انت هتناقشني؟ اللي انت شايفه سعادتك، الاسبقيني على المكتب عشان اصرف لك حسابك حالا. بس انا يا حضره المدير ما غلطتش، انا امي مريضه وبصرف عليها، ربنا ما يرضاش بالظلم. امك مريضه وتصرفي عليها؟ محدش قالك تزعلي احسن زبون عندنا، ادهم باشا. بس هي ما زعلتوش، انا واقف وسامع وشايف كل حاجه. شايف ايه يا بني ادم انت؟ يا باشا ولا اتضايق سعادتك؟ انت مين انت اساسا تتكلم وانا واقف؟ انا مين؟ انا اللي واقف مع الحق وانت اللي واقف مع الباطل، وربنا سامع ومطلع على كل شيء. اه، طب انت كمان مصفي اخر يوم ليك النهارده، اتفضلوا انتوا الاثنين على المكتب. مرضي كده يا باشا. انا مين؟ انا اللي واقف مع الحق وانت اللي واقف مع الباطل، وربنا سامع ومطلع على كل شيء. بس انا يا حضره المدير ما غلطتش، انا امي مريضه وبصرف عليها. البت دي الاوراق بتاعتها وبطاقتها موجوده هنا في المحل؟ طبعا يا فندم، الملف كله كامل عندنا. طب انا عايزك تجيب لي البطاقه بتاعتها وتتصل بصاحب المحل فورا. ايه بس يا باشا، حضرتك عايز تعمل ايه؟ انت هتناقشني؟ لا طبعا يا فندم. بقول لك ايه، عايزك تاخرها شويه وانت بتصفي حسابها. من عيني يا فندم. يلا. تحت امرك. دنيا، انا عايزك بس تسمع مني كلمتين قبل ما تمشي. يا سعاده الباشا، انا بنت غلبانه ومسكينه وعلى قد حالها، وامي ملهاش غيري وانا اللي بصرف عليها. احنا ولا قدكوا ولا قد زعلكوا، سيبونا نعيش مش اكتر. امك الست الغلبانه اللي على قد حالها، انا عايزك تبصيلي فوق دماغها وفوق ايديها. تسلم، عشان عرفت تربيكي وتخليكي جوهره ثمينه صعب حد يلمسها. تقصد ايه يا باشا؟ اقصد ان عندي فلوس في البنك ملهاش عدد، وعندي سلطه ونفوذ. كنت دايما بشوف نفسي فوق الناس، لان عمري ما حد اتجرأ ورفض لي طلب. لحد النهارده اكتشفت اني اقل منك بكتير قوي. امسكي يا دنيا، ايه ده يا باشا؟ امسكي بس. انا اشتريت الكافيه وكتبته باسمك، والمدير الخسيس ده من بكره هيكون شغال عندك، واوعدك مش هتشوف وشي هنا تاني. خلص، انا عايزاك تنظف كل الترابيزات والكراسي تخليها تلمع، وبعد كده تخش تنظف الحمامات. حاضر يا فندم. انا جاي النهارده وكل النشاط وحياه للشغل. مش مصدق ان انت بقيتي صاحبه الكافيه، بس فعلا ربنا ما يرضاش بالظلم. عارف يا محمود، انت علمتني اني ما اخافش من حد واقف دايما مع الحق. بس بما ان انا بقيت صاحبة الكافيه وانت اكتر حد واقف جنبي، مش عايزه اشوف وشك تاني في الكافيه. هو انت بنت قلبي، بخاف عليكي خوف، قلبك يا دوب بيحبي يتهجى في الحروف. هو